حكايتنا النهاردة عن الفنانة أيتن عامر وعز العرب. تعالوا نشوف الحكاية ايه. الشرطة أنقذت أيتن عامر وأولادها من إيد طليقها بعد اللي عملوا فيها في كومباوند مشهور في الشيخ زايد. أيتن وعز العرب شكلهم كده داخلين سيناريو فضايح زي اللي متعودين عليه من الوسط الفني. أيتن وعز علاقة حب استمرت 7 سنين. علاقتهم بدأت بخناقة أثناء تصوير فيلم وبتنتهي بخناقة للمرة التانية. الموضوع كبير لدرجة ان الشرطة اتدخلت عشان ينقذوا أيتن وأولادها بعد اللي عز عملوا فيهم قدام الناس. من وقت الطلاق وأيتن وعز في حرب باردة بينهم ومكايدات على السوشيال ميديا، لكن الموضوع ما كانش بيتجاوز بوستات على الفيسبوك أو الانستجرام. كتب عز على صفحته: لن أندم على أي شخص دخل حياتي وخرج. وبعدها أيتن طلعت ترقص وأكني مفيش حاجة حصلت. بس الخناقة المرة دي مختلفة، فيها مد ايد وسب ودخل فيها والدتها واولادها. يا ترى ايه اللي حصل بينهم وصل الامور لكده؟ رغم ان الطلاق خلص بهدوء، لكن الكل اتفاجئ باللي حصل بينهم النهاردة. اتصلت أيتن بالشرطة وعملت محضر رسمي بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. اتهمت أيتن طليقها بالتعدي عليها بالضرب والسب، وكمان اتعدى على والدتها اللي عندها 71 سنة. خد الطفلين ودخلهم العربية الخاصة بأيتن وخرج يجري، لكن الأمن وقفوه وتحرر المحضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق. كتب أحمد عز العرب على تويتر: أيتن عامر أم أحفادي في مكانة ابن، لها كل التقدير والمحبة في كل الأحوال، في زواجها وفي انفصالها. لا أقبل أي إساءة لها أو المساس باسمها أو بعائلتها الكريمة من أي طرف. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس